الصدر مش للشعر بس. اكتشفت من فترة ان في بنات كتير اخدوا الصدر مننا فاكرين ان هو بيتحط على الشعر بس. زي ما انتوا شايفين ايه يا نهار اسود على المنظر. واضح جدا طبعا ان الفيديو فيه مونتاج ما بين لقطة والتانية، يعني هم دهنوا الحاجة وبعدين رشوا حاجة سودة عليها وشالوها. ومن اول ما تحطي ماسك الصدر على بشرتك هتلاقي لون مختلف تماما. اولا هتبيضي طبعا ده حلم البنات كلها، يعني حتى البيض بيحاولوا يبيضوا برضه، مش عارف في ايه. يا جماعه الصدر مش للشعر فقط، طبعا كلنا عارفين فوائد الصدر للتطويل وتكثيف الشعر وعلاج الفراغات واعطاء لمعه للشعر. طبعا انا دلوقتي لما اهجم على الصدر هتيجي الجماعه الكالت اللي على السوشيال ميديا اللي بتدافع عن الصدر باستماتة ان هو ساحر وفظيع ورهيب وله فوائد رهيبه للشعر زي ما هي رصتهم لكم كده. مفيش اي حاجه بتثبت الكلام ده مجرد علاج شعبي، اللي عايز يستخدمه يتفضل بالهنا والشفا، ولكن مش هيعالج اي مشكله حقيقيه في تساقط الشعر. واكيد اكيد اكيد ملوش علاقه بالوش، مش اي حد يقول اي حاجه. وما شاء الله كل اللي اشتروا مننا الصدر شكروا فيه جدا. كل اللي اشتروا مننا انا بص يا اخي ده طلع. فطبعا ما لازم يقولوا كده، ده لو يطولوا يقولوا ان هو هيطلعك على المريخ قبل ايلون ماسك هيقولوا كده. لا يا جماعه الكلام ده مش صح. واللي عايز يتخانق معايا على الصدر اهلا وسهلا، ينزل في الكومنتات يتخانق معايا بالادب. لو ما عجبنيش الكومنت بتاعك هعمل لك بلوك عادي، انا حر، القناه بتاعتي.